بس بعدين صار. تعال 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 تعال. اسمي حسن محمد. عمري 25 سنة، من قرية الكوبر. قبل الحادث حياتي عادية طبيعية، أروح المدرسة، أرجع من المدرسة. آه، آه، كنت وضع مثل أي شاب ثاني طبيعي عايش. وكانت هواياتي كثيرة: الرسم، لعب الطابة، آه، السباحة. فرحنا على العمل، صار معي حادث عمل، وصرت تعرضت للإعاقة. آه، قبل الحادث كنت أحيانا أترك المدرسة أذهب لأشتغل، إني كنت بعازة مصروف، أترك المدرسة. بس بس وقت توقفت المدارس بلش وقت موسم الحصاد والدراس. فوقت موسم الدراس والحصاد يكثر الأعمال، يكثر الشغل. فبلشت أعمل على آلة زراعية يسمونها الدراسة، كنت أعمل عليها. فضليت أسبوع زمان أشتغل. بأحد الليالي طولنا بالشغل وحلينا بوقت متأخر، وعلى الطريق صار معنا الحادث. فوقعت من آلة الدراسة الحصاد الدراسة، وتعرضت للحادث. انكسر عندي الظهر، انقطع النخاع الشوكي، تعرضت للشلل نصفي. وبعدها أصبحت معاق. وطبعا الحادث صار هذا بسبب اني كنت اعمل، وصار بسبب العمل صار كل شيء علي صعب. وبالأخص انه مرن علي سنتين حالة صدمة، ماني مستوعب اني كنت على حيلي فجأة صارت معاق. يعني صرت من اصحاب الهمم. يعني ما صارت علي كل شيء، الحياة صعبة، الدنيا صعبة. فظلت سنتين تقريبا بحال الصدمة. بعدها سنتين يعني بلشت اقتنع وارضى بحياتي، ارضى بحالي. وظليت شوي. فبعد 4 سنين طبعا رجعت الحياة الطبيعية، اقتنعت بحالي بوضعي وعشت، أصبحت أنا ندي صار وضعي طبيعي، يعني من جدة وجديد، كأني ما فقدت شيء. بلشت أرجع الهوايات القديمة. من هواياتي القديمة طبعا كانت الرسم، لعب الطابة والسباحة ما أقدر عليهن، بس الرسم كانت هي الهواية، فرجعت عليها وبس بشدة. رجعت عليها، بلشت أرسم يوميا، أمارسها يوميا. فبلشت يعني فعليا أرسم، أبدأ الرسم يعني. من ذاك اليوم لهذا اليوم تقريبا مرت 5 سنين، 5 سنين أرسم فعليا يوميا تقريبا، أمارس الرسم ساعة. فأصبحت عندي هواية الرسم، بدأت تتطور، فصار رسمي أحسن فأحسن فأحسن. فكل سنة يتطور عندي الرسم، حتى إني أترخ الرسمات، أشوف تدرج مستواي، فصار رسمي مقبول. طبعا. طبعا وانا اريد احترف الرسم، رسم الانمي. طبعا انا بلشت ارسم ميل اني زاد الرسم، بلشت اريده اني بلشت اتابع افلام انمي باللغه الانجليزيه. فبلشت اسال عن الانمي شلون يتم صنعه. فاكتشفت زاد عن طريق الرسم، يرسمون بيدينهم، واني عندي من اول هوايه الرسم. فحببني الشغله بالرسم اكثر. فبلشت ارسم انمي، اتابع ارسم فقط انمي. فحاليا ببالي طبعا، ببالي اني الف قصص انمي يسمونها مانجا، قصص مصورة، شخصيات والمحادثات بين بعضها. هاي طبعا مستقبلا إن شاء الله بالقريب العاجل، بعد سنتين ممكن واحد ينزل قصص، ينزل مانجا. بس حاليا الوضع متعسر، بس نقول إن شاء الله قريبا. الانمي به طبعا به رسم انواع، رسم به الرسم التربيعي، التكبيعي، التكعيبي، برسم البورتريه. انا طبعا ما حبيت الرسوم، انواع كل انواع الرسم، انا حبيت الانمي فقط. اني متابع انا مثل ما قلت لك افلام انمي. فالرسم الانمي اقدر عندي
حرية أكثر بالرسم، تقدر تبدع به، ترسم به، والرسم يعني سهل، طريقته رسم سهل، تقدر رسمه ما تطول معك دقائق. أما البورتريه يحتاج منك بعض رسمات أسبوع، بدك إنه تفاصيل وملامح. نقول نحن أصحاب الهمم، آه، رغم أن إعاقتنا لكن عندنا قدرة، عندنا هو موهبة، بس لكن نحتاج الدعم من أهلنا، من أقاربنا، من إخواننا، من اللجان المختصة، نحتاج الدعم. فإنه الشخص بدون دعم ما راح يقدر يحقق إنجازات، فمع الدعم إن شاء الله نحقق أهداف وإنجازات.